بص، هو انا مش بتاع كوره، بس انا عاوز افهم حاجه. حسين الشحات النهارده ده حسين الشحات اللي كان بيلعب في العين؟ فاكرين حسين اللي احنا جبناه بكام مليون؟ لعبوا بقى النهارده ده كان حسين كده من بتاع ايام العين. فالراجل يوم ما يلعب كوره حلوه وفي عز النجوميه بتاعته تروح مخرجهولي وسايب لي قفشه اللي جاب لنا مره. فبالله عليك اديني عقل، انت عايز تكسب ولا عايز تخسر؟ وانت يا عم قفشه انت راخر، انت من يوم ما جبت القضيه ممكن وانت خلاص يعتبر كده انتهيت تقريبا. كده تاريخك انت شايف ان هو اكتفى بالجون ده فحبيت تقفل على كده. فيا ابن الناس لو حابب تقفل على كده عرفنا واتكل على الله، مش ناقصه مرض هي الله يرضى عليك. وانت يا عم الشناوي اللي ايدك كان فيها النهارده بلسم كل ما يمسك الكوره تتزحلق منه. انت صديت ضربه جزاء على عيني وراسي، ولكن برضه ملهاش اي قيمه في وسط اللي انت عملته. انت كل ما تمسك كوره النهارده بالصلاه على النبي دي تتزحلق من ايه يا عم؟ في ايه؟ وانت راشش على ايدك بلسم قبل ما تيجي؟ فين كده الشناوي التفه الجميله بتاعتك اللي كلها بلغم كده وبتخلي الجواندي يمسك الكرة كأنها ايه؟ كرة كفر. يا ابن الناس انت وهو ارحمونا عشان خاطر بجد. انتوا النهارده عليتوا الضغط علينا قوي. ليه بتعملوا فينا كده؟ ده احنا ناس والله العظيم في العشرينات ولكن صحاب مرض. انتوا النهارده لعبتوا ولكن غلطاتكم كانت كوارث بالنسبه لنا. ويوم ما تغلطوا قدام مين؟ كينج اوروبا ريال مدريد. خلي بالك ان انا اصلا بعشق ريال مدريد، ولكن لما تيجي قدامك انت لازم اتنحى عنهم وانتمي للوطن بتاعي. لان حضرتك انا كمشجع اهلاوي مدريدي، فانا اهلاوي قبل ما اكون مدريدي. فتخليت عن النص التاني اللي فيا وقلت اشجعكم، ولكن غلطت والله العظيم. انتوا ماشي، انا معاك ان دي ريال مدريد وعارف ان دي ملك اوروبا، ولكن برضه ريال مدريد النهارده كان غايب منها ناس كتير وكانت بتلعب كرة عادية، مش بتلعب ماتش صعب عليك مثلا عشان خاطر نقول ان دي ريال مدريد. هو الاسم لوحده يخوض، ولكن برضه ما انت النادي الاهلي نادي القرن وبنقول عليك كلام كتير جدا. فايه اللي فيها لو كنت لعبت الماتش ده كوره زي الناس؟ الماتش ده بصراحه انا حاسس ان انتوا جاملتوا فيه ناس كتير واهمهم قفشه والواد اللي اسمه محمد هاني. بما يرضي الله الولد ده النهارده كان مبدع. عمرو السوليه بما يرضي الله ما شفناهوش غير بس الكوره كده اللي حط فيها البتاعه بتاعته اللي ورا دي كده وكانت هتخش جون بس ربنا سترها. وبيرسي تاو لما نزل برضه الله اعلم نزل ليه. وكهربا لما اتبدل برضه تقريبا كده الناس دي كانت بتلعب ماتش تاني عشان خاطر لما نزلوا الماتش دول كنا حاسين انهم تعبانين. فبالله عليكم ترحمونا، ولما تيجي تلعبوا كوره تقدروا الناس اللي بتشجعكم. وبكررها للمره المليون، انا عارف ان دي ريال مدريد، ولكن مش عيب ان انا احلم واحقق الحلم بتاعي واكسب ريال مدريد. ما المغرب صنعت المستحيل في كاس العالم وغلبت ناس ما كناش متوقعين، والسعوديه ما كسبت الارجنتين. ففي اليومين دول معجزات بتحصل في كرة القدم. ليه المصريين بيجوا عند المعجزات دي ويتكسحوا ما يعرفوش يكملوا فيها؟ في النهايه برضه احب اقول لكم ان انتوا بصراحه عملتوا ماتش حلو وشابوه جدا، واحنا تقريبا اتكتب علينا نطلع المركز الثالث ده ان خدناها يعني باذنك يا رب. فالف مبروك للنادي الاهلي ان هو ياخد المركز الثالث او الرابع، وكتر خيركم ان احنا وصلنا للحته دي، ان اساسا من البدايه احنا ما كناش رايحين. فعسل قوي، كتر خيركم لحد كده وبس كده. السلام عليكم.